infinite power. السلام عليكم. اليوم تاريخ 1/6. حلمت حلم شوي غريب. حلمت اني قاعد اشوف مباراة نهائي الشامبيونز ليج. انا ما كنت ادري انها مباراة نهائي الشامبيونز ليج، بس قبل شوي وروني الافريقيا اللي لاعبين بالنهائي ولا صدق يوفنتوس ريال مدريد، كان استوعب ان اللي حلمت انا له علاقة بالمباراة هذه. اللي حلمته شوي مو واضح، شفت لاعبين معينين قاعد يقولون وشفت النتيجة. بس باكر يبين اذا الحلم هذا هو صدق برودكشن حق اللي راح يصير عقب باكر في مباراة نهائي يوم السبت ولا لا. على العموم انا قلت دام حلمت ودام مباراة مهمة بالنسبة حق وايد ناس هي نهائي الشامبيونز ليج، قلت خلينا نسوي شغلة قوية، راح اكتب الحلم هذا كله على ورقة. ما كنت غير المهم كتبت الحلم هذا كله على ورقة وبحطه بصندوق بخليه عند ناس انا ما اعرفهم بس انتم تعرفونهم. 88.8 انا قاعد اسوي نفس ان الفكرة توها جتني، بس انه لا 88.8 احنا مكلمينهم من زمان. الزبدة انه راح نحط الحلم هذا داخل صندوق. الصندوق راح نحطه عقب الفطور الساعة 8 تقريبا او 9، نعلقه داخل الاستديو مال 88.8 ونعطي المفتاح حق الاخوان اللي هناك وهم يتناقلونه من الساعة 8 للساعة 12. اخر مذيع راح يكون موجود بالاستديو اللي هو اسامة فودة، وهو اللي راح يفتح الصندوق ويشوف شنو في داخله. شو راح يصير؟ تم وضع توقع لنتيجة المباراة. هيدي النتيجة المتوقعة حاطينها بصندوق ومنقولة مباشرة على الويب سايت الخاص ب FM 888 اللي هي طبعا نبض الكويت. فيكم تشوفوا مباشرة النقل المباشر، الفيديو مباشرة على الهواء. حاليا الصندوق موجود ومعلق بقلب الاستوديو. بعد ما تنتهي المباراة عبد اللطيف وخالد محارب رح يدخلوا الى الاستوديو ومباشرة رح نفتح هيدا الصندوق. انا المفتاح معلق برقبتي، يعني ما حدا بيقدر يفتح ابدا الصندوق ويعرف شو هي النتيجة المحطوطة بقلب الصندوق. رح نتعرف عليها ونشوف ونكشف عن هيدي النتيجة بنهاية مباراة يوفنتوس وريال مدريد بنهائي دوري الابطال. فاذا خلوكم معنا على الموعد، سواء بقيت المباراة بوقت الاصلي او تمدد او صار في تمديد طبعا وظلت النتيجة تعادل حتى النهاية. هذا مفتاح الصندوق اللي معلم راح ينتقل حق اخر حلم على طريق صالح بنتيجة اليوم. عندك توفيق فيه. لا راح يلا اسمع راح يضل معاك. ايه تعطيه امانه حق اسامه فودي عقب ما تخلص. تم يلا تم. من المفتاح للحين داخل الاستديو على الهواء والصندوق للحين معلق وانا سايننج اوف. زين شوي راح اسلم العهده. سلم لك يا الله حبيبي العهده راح تكون المفتاح راح يكون محمد راح ينتقل لاسامه. انا قلت له أسامة راح يظل بعهده نبض الكويت ما راح ياخذون لما نفتح الصندوق. احنا قاعدين برا الاستديو ما نقدر اوكي يعطيك العافيه. وين راح اروح؟ لا ارجع. لا ارجع. لا قدامنا بسم الله الرحمن الرحيم. يتم الان تتويج. مو مزاج اوكي هذا المفتاح هاكبه ترى مسؤوليه. دير بالك عليه. طبعا دير بالك يبا ها يلا يبا اخلص عليه يخلص. محولات 9 اطفال و4 اصدارات. سمعوا تشوفوا العمليه مباشره كيف راح نفتح الصندوق. والتوقع كان قبل المباراه بحوالي ساعه وهلا عم نصور كل النتائج 4 ساعات. الصندوق تعلق 4 ساعات. 4 ساعات المباراه ساعتين. اوكي المزيد وين؟ هني المفتاح. جاهز؟ هاي المفتاح. جاهز؟ هاي المفتاح. يلا بدي اضطر اعطيك المفتاح بعد ما احتفظت فيه لمده 4 ساعات. يلا حيل عشان تاكدوا انه نفس المفتاح. ايوه هذا المفتاح. طبعا عم يتقدم عبد اللطيف الى الصندوق لحتى نشوف شو النتيجة اللي كانت محطوطة قبل المباراة بساعات. هيدا الظرف مثل ما عم نشوف
واللي متابعينا وانا راح افتح الظرف على الهواء. نبيك تقراها بالتفاصيل. كلنا سوا. اللي متابعين شوفوا شو في موجود بقلب الظرف. حبيبي شو كانوا متوقعين؟ افتح مو صمونة شاورما. خلص. يلا. اقراها بالتفاصيل. اليوم التاريخ الساعة اليوم تاريخ الساعة شو هي؟ الساعة 11 بالليل. 1:11 حلمت انه اليوم اقرا التاريخ راح يفوز بنهائي الشامبيونز. اقرا التاريخ. لا قوية صراحة. اقرا التاريخ. 1/6 التاريخ 1/6 الساعة 11 بالليل. حلم عبد اللطيف انه نادي ريال مدريد الاسباني راح يفوز بنهائي الشامبيونز ليج بنتيجة 4-1 وبحلمي شفت رونالدو اول هدف. اول واحدة بحلمي شفت اللاعب هيغوايين سجل بثلاث نهائيات مختلفة مظبوط. في بطاقة حمراء. راح يكون بالمباراة بطاقة حمراء النادي اليوبي وهو متابع الكرة لكن أنا مو متابع الكرة. بعرفهم من ريال مدريد بيسجلوا 4-1. انت بتابع كان الكرة؟ في انا ما اتابع الكرة بس انا شفت اعرف رونالدو وشفت لاعبين من مدريد ياخذوا يجيبون اجواء يحتفلون وشفت بطاقة حمراء حق اليوبي بس ما ادري هذا منو تقدرون تاكدون. هيدي طبعا التوقعات تعالوا نشوفها توقع عليها انا ما اتوقع الحدث شيء يا قلت يا قلت دقيق ما شاء الله. هيك يا قلت توقعنا على الوجه. شكرا اللي سواه عبد اللطيف يا جماعه. شنو صار؟ عبد اللطيف انت تخرع. عن جد بتخوف. عن جد انت بتخوف. يا جماعه هيدي الورقه محطوطه قبل المباراه بساعات. مسكه صكوا الباب مال المحطة ما يطلع لما يقول لي باكر اي سهم يمشي. شو رايك اللي صار؟ شو اسوي؟ والله ما تصدق والله. ما ادري بس انت تخرع. لا الصراحة أنا للحين مدهوشة. أنا ما أدري شو السالفة، دشيت شفت لايف وأشياء وكذي وقالوا لي إن أنت توقعت النتيجة قبلها بفترة. فالصراحة واو. اول شيء بدي اقول شغله انه ده كل مره بتفاجئنا وبعدك عم تفاجئنا وهي شطاره على فكره. بس تخيل انت شو نوع المخدر اللي بتنام عليه؟ ما اقدر اقول لك. لا والله انا عشان تجيب منها هيك واحدة وين؟ الجنة بتحكي؟ نص وقت لازم من عندي بقى. غطى ما تنفع برا. الكفر تبعه. اشوف اتوقع اشوف شيء. حبيبي يعطيك العافية. شكرا نبض الكويت. شكرا لك عبد اللطيف. Infinite power. Infinite power.